قصتنا النهاردة بتبدأ بواحد بيروح جامعة كبيرة، بيعرض عليهم إنه يدعو طلاب الجامعة لحفلة عاملها القبطان سامي في السفينة بتاعته. ولما سألوا الراجل سبب اختيار القبطان سامي للجامعة، قال لهم إنها أكبر جامعة في المدينة، والقبطان سامي لسه شاري السفينة فمحتاج يعمل لها دعاية. إدارة الجامعة بتوافق بعد ما تعرف إن الحفلة مجانا ومفيش أي رسوم هتدفعها الجامعة، وتطلب من دكاترة الجامعة إنها تكون مسؤولة عن الحفلة وتجميع الطلاب، واللي كان منهم 6 أصدقاء كانوا مع بعض في نفس الجامعة أيام الدراسة، وهم رامي وعادل ومنعم ونور وزياد وعبد الله. ويتحدد المكان ويتجمع الطلاب في ميناء قريب من السفينة. اتجمعوا والسفينة وصلت، وينزل القبطان سامي يرحب بالجميع وياخدهم في جولة للسفينة. بعدها بيروح بيهم للأوض بتاعتهم ويقول لهم يرتاحوا علشان بالليل في حفلة. الليل يدخل والسفينة تتحرك في البحر، ويتجمعوا في ساحة السفينة والحفلة تبدأ. القبطان سامي شخص ودود جدا وطيب، والجميع أعجب بشخصيته. تخلص الحفلة والكل يروح للأوض بتاعتهم. ثاني يوم يتجمعوا على الفطار، ويكتشفوا إن عادل وعبد الله مختفين. والغريبة إنهم مش طلاب، دول من دكاترة الجامعة، فما ينفعش إنهم يتغيبوا عن أي تجمع لأنهم من المسؤولين عن الطلاب. والكل يفتكر إنهم لسه في الأوض بتاعتهم. وعلى التجمع التاني للغدا برضو عادل وعبد الله لسه ما ظهروش. ولما بيسألوا القبطان سامي عليهم وهما بيتغدوا، يقول لهم إنه طبخهم وحط لهم لحمتهم بتاعتهم على الغدا. الكل في حالة دهشة واستغراب من رد القبطان سامي. بعدها يضحك القبطان سامي ويقول لهم إنه بيهزر معاهم، بس برضو الكل مستغرب من اللي قاله، وبالإجماع يتفقوا إنهم يشوفوا الناس اللي اختفت دي راحت فين، ويطلبوا من القبطان سامي إنه يدور معاهم على الناس. وهم بيدوروا يلاقوا إن قارب من ضمن القوارب مش موجود، ومن هنا يبدأ يكتشفوا إنهم سابوا السفينة ومشيوا. ويأكد على كلامهم واحد من حرس السفينة بإنه شافهم وهم بيمشوا، ده غير إن كمان الكاميرات جايباهم وهم بياخدوا المركب وبيمشوا. الأمور بترجع لطبيعتها والحفلة مكملة. على بالليل بيرجعوا نور وزياد ورامي ومنعم الغرف بتاعتهم، ومع دخولهم للغرف في حاجة غريبة بتحصل. يلاقوا أشخاص مستنيينهم في الغرف بتاعتهم وبيخدروهم وياخدوهم لمكان سري في السفينة. يصحوا يلاقوا نفسهم متكتفين، والقبطان سامي قاعد على كرسي قدامهم. يرحب بيهم من جديد بس بطريقة مختلفة، ويقول لهم إن أفعال الماضي بتلحقنا مكان ما بنروح، وإن مهما عدت السنين هيجي الوقت اللي يدفعوا تمنها غالي قوي. ما فهموش هو قصده إيه، وهو كمان ما وضحش ليهم أكتر من كده. قال لهم إنهم عشان يطلعوا من السفينة لازم يلعبوا معاه، بس الخسران في اللعبة هيموت. يرفضوا الأربعة ويقول لهم إن دي حاجة مش باختيارهم. كمان يقول لهم إن عبد الله وزياد ما خدوش قارب النجاة وهربوا ولا حاجة، وما كانش بيكذب لما قال لهم وقت ما سألوه عن عبد الله وزياد إنه طبخهم وحط لهم لحمهم ياكلوه. وعشان موضوع اختفائهم يبان طبيعي، خلى 2 من الحرس بتوعه يلبسوا لبسهم وياخدوا قارب النجاة من السفينة ويهربوا. يبدأ لعبته بأول 2 رامي ومنعم، يحطهم على كرسي كهرباء وفي زرار قدامهم ويشرح لهم اللعبة كانت من 4 جولات، كل جولة 5 ثواني، ولازم قبل ما ال5 ثواني تخلص واحد منهم يدوس على الزرار الأول. وتبدأ أول جولة ومحدش يضغط على الزرار، وال2 يتكهربوا. تبدأ الجولة التانية ويبدأوا في سباق سرعة للي ينجى بحياته الأول لحد آخر جولة، والفوز كان للأسرع، والخسران كان رامي واللي بتمسك فيه الكهرباء لحد ما بيموت. بيدخلوا اللعبة التانية، ال3 أشخاص بيدخلوا قفص ويتحط في إيديهم كلبشات، ومفيش غير مفتاحين بس في القفص علشان يفكوا الكلبشات ويتحرروا بيها. ينزل القفص في المية ويفضلوا متمسكين لآخر الوقت علشان ما ينفذوش اللي القبطان سامي عايزه، بس غريزة البقاء تغلبهم وفكرة النجاة من الموت تسيطر عليهم. ويبدأ الصراع بينهم، وعادل ونور بيقدروا ينجوا بحياتهم ويموت منعم. نور وعادل اللي نجوا من القفص يدخلوا في المرحلة اللي بعد كده، وهي إن نور متكتفة في كرسي وفوق راسها حجر ضخم، والمطلوب إن منعم يشيل شعر نور بإيده قبل 5 دقايق. لو الوقت خلص
وما عملش كده الحجر مع نهاية الوقت بيقع على دماغها وتموت. يبدأ الوقت وعادل مش قادر انه يعمل كده، وتعدي دقيقتين ومع توسل نور انه يعمل كده علشان تعيش ينفذ المطلوب. 3 دقايق من الألم والصراخ، 3 دقايق كانت كفيلة انها تحدد مصير بني آدم. يعدي الوقت ومنعم ما يلحقش يشيل شعرها كله، والحجر يفك وينزل على دماغها وتموت. مع انهيار منعم بيسأل القبطان سامي هو ليه بيعمل كده، ولكنه ما يردش عليه ويسأله إذا كان جاهز للمرحلة الأخيرة. وبياخده ويدخلوا مكان ويلاقي شخص متكتف وعلى وشه قماشة سودة، يقول له إن المطلوب منه إنه يحدف الشخص ده في البحر، وبكده يكون خلص كل المراحل ونجي. القبطان سامي بيقول له إنه مسموح له إنه يكشف وش الشخص ده قبل ما يرميه في البحر. فعلا يكشف وشه علشان يدخل في حالة من الصدمة، وده لأنه آخر شخص كان متوقع إنه يشوفه وهو صاحبهم القديم راضي. افتكر كلمة القبطان سامي إن أخطاء الماضي هتلحقك ولو بعد سنين، وقتها هتدفع ثمنها غالي. عادل بدأ يربط الأحداث ببعض، واللي ماتوا ليه، ويبدأ يفهم كل حاجة. عادل وأصحابه اللي ماتوا كانوا مجموعة مع بعض في الجامعة. راضي ساعتها كان لسه طالب جديد في الجامعة، ومع أول يوم ليه معاهم في الجامعة بدأوا يتنمروا عليه. مش بس كده، ده كمان كانوا بيعملوا فيه مقالب ويضحكوا عليه. مرة يدخل المدرج يفتح الباب يكونوا حاطين على الباب من فوق جردل في طينة، ولما يفتح يقع عليه، يكسروا الكرسي اللي هيقعد عليه، يجي يقع على الأرض. وكمان اللوكر بتاعه كان كل ما يفتحه يلاقي فيه فضلات حيوانات. أفعالهم كانت بتأثر عليه بطريقة سلبية. وسط أفعالهم الشيطانية طلاب كتير ما كانوش موافقين على أفعالهم وكانوا بيعترضوا، بس للأسف محدش كان بيقدر عليهم. كان من ضمنهم بنت قربت من راضي وحاولت إنها تدافع عنه بس ما قدرتش. راضي وهي حبوا بعض، ولما عرف عادل وأصحابه قرروا في يوم إنهم يخطفوا راضي والبنت، وراحوا بيهم لمكان مهجور واغتصبوا البنت قدام عين راضي، وبعدها حلقوا لها شعرها وصوروها بالموبايل وقالوا لراضي والبنت لو اتكلمتوا هننشر الفيديو. بعد كده سكت عادل وبطل يحكي. وقتها القبطان سامي قال له انه هيكملوا الحكاية، وقال راضي رجع البيت لوالده وبيفتكر اللي حصل وبينعزل عن الناس وما بيحكيش لحد اللي حصل، لحد ما بتجيله صدمة عصبية حادة وعقله بيقف وبيصبح مجرد جسم بدون عقل، ما بقاش مدرك للأحداث ولا الأشخاص اللي حواليه. بيسأل عادل القبطان سامي ازاي عرف بقى الحكاية، بيقول له ان راضي يبقى ابن القبطان سامي، وعرف اللي حصل من البنت اللي كانت بتحب راضي واللي انتحرت لما جت وشافته في الحالة دي. بعدها القبطان سامي بيفك أسر عادل ويسيبه يمشي من السفينة مع عذاب الضمير، وبيفكروا إن أخطاء الماضي هتلحقك ولو مرت السنين، لحد ما يجي الوقت اللي سددها هيكون تمنه غالي. بتوصل الرحلة للمينا، ولما الطلاب بيسألوا عن أساتذتهم بيقول لهم القبطان إن أفعالهم راحت بيهم لمكان كان مقدر ليهم من سنين، وتيجي الشرطة وتدور بس ما تقدرش توصل لحاجة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش معانا اللايك والشير علشان تدعمونا في القصص اللي جاية. نشوفكم على خير، سلام.